هدف على مدار الشوطين. الشوط الأول مع بدايته هدف عن طريق محمد صلاح، ثم ركلة جزاء في منتصف الشوط الأول. أحمد حسن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري وفرحة هنا بوب برادلي. هنا ركلة جزاء لمحمد صلاح نفذها بنجاح أحمد حسن محرزا بها الهدف الثاني للمنتخب الوطني. وثم في الشوط الثاني مع كثرة التغييرات التي شاهدناها بالنسبة للمنتخب التي وصلت إلى 6 تغييرات تقريبا، والهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من عمر المباراة نفذها أحمد عيد عبد الملك الذي يسجل الهدف الثالث. بعد ذلك ب5 دقائق تحديدا دقيقة 79 يسجل أحمد خيري الهدف الرابع، ويختتم طبعا في الدقيقة 44 أو الدقيقة 89 بالهدف الخامس طبعا أحمد عبد الظاهر. الثلاثي البديل في الشوط الثاني هم أصحاب ال3 أهداف للمنتخب الوطني. 5-0 لمصر على